بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين يا أجمل وأحلى أخوات في الدنيا كلها. قبل أي حاجة عايزة أقول لكم أنا بشكركم جدا جدا من قلبي، أخواتي وحبايبي كل المشتركين اللي اشتركوا معايا جديد، وكمان المشتركين القدام اللي معايا. طبعا مهما شكرتكم هكون مقصرة، ولكن يعني ما استطعت. النهاردة معانا ان شاء الله فيديو مش عادي، هنعمل مع بعض فيديو البسكوت بطعم وريحة وقوام كده، حاجة بجد جميلة جدا ومشرفة جدا. المقادير دي هتخليكي ترفعي راسك قدام اي حد هيدوقه. عايزة اقولك ان المقادير سهلة جدا وبسيطة جدا، وهنقول كل التكات والتفاصيل، يعني هتكوني أستاذة في عمل البسكوت. حتى لو كنت بتعمليه لأول مرة هخليكي وكأنك محترفة. انسي ان البسكوتة تكون ناشفة او محجرة، وهتعرفي تسويه ازاي، وايه هو سر التسوية المظبوطة. يلا بينا نتابع مع بعض الفيديو للآخر، وما تنسيش معايا اللايك قبل ما نبتدي. يلا يا ست الكل، انزلي تحت لو سمحتي وحطي لي لايك الحلو الجميل بتاعك. ما تنسيش الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني اي فيديو جديد، يوصلك باشعار مني. دلوقتي معايا 3 كوبايات ونص من السمنة، ومعايا 4 كوبايات سكر، وهضربهم كده جامد كده مع بعض. شفتوا كنتوا شايفين اللون اصفر؟ آه، شفتوا وصل معايا لمرحلة ان هو بقي ابيض. معايا كمان 8 بيضات، هنزلهم كده واحدة واحدة معايا عشان الخليط ما يسيلش مرة واحدة، فهنزلهم واحدة واحدة بيضة بيضة كده، وابتدي ادخل الخليط في بعضه. المكونات اللي معايا يا جماعة مكونات بتكفي 2 كيلو دقيق، يعني انا دلوقتي مكوناتي ل2 كيلو دقيق. نخلتهم طبعا نخله كويس جدا جدا عشان لو في اي حاجة المنخل يحوشها، وكمان في نفس الوقت بدخل الهواء اثناء النخل. كل كيلو دقيق ليه معلقة من البيكنج باودر كده مليانة، وكمان حطيت عليهم معلقة ملح. هخلط المكونات الجافة كده حلو جدا مع بعض. كل كيلو دقيق ليه معلقة من النشادر، ومعايا نص كوباية من اللبن بحط فيها النشادر كده. لو تلاحظوا اللبن ابتدى يفور ويملى الكوباية كده زي ما انتوا شايفين. هضيف النشادر على المواد السائلة بتاعتي اللي انا كنت ضرباها قبل كده، وبعد كده هضيف الدقيق المنخول واحدة واحدة على المادة السائلة. ابتدي ادخل الدقيق في المواد السائلة زي ما انتوا شايفين واحدة واحدة. مش عايزة يا جماعة، انا مش عايزة اعجن، مش عايزة انشط مادة الجيلاتين اللي في الدقيق عشان ما يبقاش ليه عرق. انا مش عايزة عرق في المخبوزات بتاعتي، لان النواعم مش بيبقى ليها عرق، المفروض ان ما يكون لهاش عرق. ابتدي ادخل الدقيق كده واحدة واحدة، مش بكبس ومش بعجن عجين، بيدخل مجرد ان انا بدخل الدقيق بس، مش بعمل اي حاجة تانية. زي ما انتوا شايفين كده، زي ما قلنا دول 2 كيلو. حطيت 8 بيضات، حطيت معلقتين نشادر، برضه ضفت 4 كوبايات من السكر و3 كوبايات من اي نوع سمنة انت عايزة. ده المشط يا جماعة اللي انا هشتغل بيه، ودي النجمة برضه اللي جنبه دي، ودول المشتين او الاتنين اللي انا هشتغل بيهم على المكنة. زي ما انت شايفة كده هبتدي اشتغل. طبعا اللي بيشتغل ده بلال زي ما انتوا شايفين ابني. طبيعي طبعا لما بنعمل الحاجات دي الاولاد بيحبوا يعملوا معاكي، سيبيهم ما تقوليش لا، ما ترفضيش. حتى لو حاجة باظت مفيش مشكلة، ممكن انت تعيدي تشكيلها تاني. او حتى لو ما شكلتيش هتبقى دي الصينية بتاعته، حاجة بتاعته هيبقى فرحان بيها او هتبقى فرحانة بيها. وممكن بعد ما تخلص خالص تدور على الحاجة بتاعته، هو اللي هيقولك فين الحاجة بتاعتي عشان هي اللي هياكلها.
فما فيش اي مشاكل ان تسيبي الولد او البنت يشتغلوا معاكوا زي ما انت شايفة كده يعني. حتى لو بوظ ما فيش اي مشاكل، ايه يعني الصينية تبوظ او اي حاجة، فهي كده كده هتتاكل. بنبتدي نشكل وحدات البسكوت زي ما انت عارفة كده وشايفة. ابتدي ناخد منه كده بعد كده عشان اشكل. بفكرك بالمكونات. التسوية بتاعتنا هتكون في فرن على درجة 160 درجة مئوية، وهتكون مسبقة التسخين. بسخنها الأول وبعد كده بحط الصواني في الفرن بتاعتي وابتدي اسيبها كده 10 دقايق وابتدي اتابع. لكن عشان يعني بتختلف درجة الحرارة من الفرن للتانية. بعد 10 دقايق بالظبط لازم تبص عليها عشان تشوفي درجة التسوية وصلت معاكي لحد فين. علشان العجينة دي يا جماعة بتبقى خفيفة جدا ومش بتستحمل أي وقت على النار، فلازم تتابعيها كويس جدا. لازم تدايريها تشوفي فين احمرت فين بيضة وتبتدي تدايري فيها في الحتة اللي محتاجة نار. الفرن كان فرنك من فوق ومن تحت أو من تحت بس، لازم تتابعي الموضوع كويس جدا. زي ما انت شايفة لازم اللون يكون حلو كده ذهبي جميل. ما يكونش محموش جدا او ما يكونش ابيض، عشان توصلي بيه للون الحلو اللي هيناسب كمان طريقة التسوية. يعني كل ما اللون يبقى حلو هتلاقي التسوية بتاعتك من جوه حلوة جدا. وعايزة اكرر معاكي تاني، اوعي تغفلي عنه جوه الفرن عشان ما يتحمش منك او يتحرق. خدي بالك منه على طول، عينك عليه على طول بمجرد ما تحطيه في الفرن، لان الفرن طول ما هي شغالة بتبتدي درجة الحرارة بتاعتها تسخن اكتر وما بيستحملش جوه الفرن وقت. زي ما انت شايفة اللون حلو جدا جدا، الطعم جميل جدا جدا، مقرمش جدا، مقرمش من بره جدا وناعم بسم الله ما شاء الله جدا 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 ما شاء الله دايب دوب. ما شاء الله مش يعني ايه. هوريكي بصي بسم الله ما شاء الله زي ما انت شايفة كده. هنكسر مع بعض دلوقتي واحدة ونشوفها مع بعض. بصي اللهم بارك، بصي ما شاء الله. بصي دايبة ما شاء الله، بصي دايبة في ايدي دايبة ما شاء الله. وفي نفس الوقت ماسكة روحها كمان مش بتتكسر، يعني مقرمشة وماسكة روحها، وفي نفس الوقت دايبة خالص خالص. مستوية من تحت زي ما انت شايفة كده ومن فوق، اللون من جميع الجوانب حلو قوي. يلا كل سنة وانت طيبة، ما تنسنيش لايك وشير للفيديو لو عجبك. كومنت مشجع. إذا مكنتيش اشتركتي معايا اشتركي معايا وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني اي فيديو جديد. وهستناكم وهتوحشوني جدا 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 لحد ان شاء الله الفيديو اللي جاي. ما تنسونيش واستنوني زي ما انا هستناكم. آه هتوحشوني كتير جدا جدا جدا. ما تنسونيش لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس للي مش مشترك. وحاولوا تراجعوا الاشتراكات بتاعتكم تاني يا جماعة، لان في اشتراكات كتير جدا جدا بتتخصم، معرفش بتتخصم بطريقة كبيرة جدا جدا. حاولوا تراجعوا اشتراكاتكم تاني، واللي اتلغى الاشتراك بتاعه حاول يشترك معايا تاني. هتوحشوني طبعا زي ما قلت لكم لحد ما نلتقي ان شاء الله الفيديو اللي جاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في امان الله.